الحب من الحاجات اللي بيخليك تعمل اي شيء بشغف وباقبال ومن غير ما يكون عندك ملل تجاه الحاجه اللي انت بتعملها، ومن الاتجاه ده وعلشان التاثير الكبير للحب بدا الموضوع يرتبط بالانتاجيه. زي مثلا حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وان صعب جدا ومستحيل كمان ان انت تنجح في حاجه وانت ما بتحبهاش. ولكن انا جاي النهارده اصدمك واقول لك ان الحب مش كل حاجه، بل ممكن يكون مش ولا حاجه اصلا علشان تنجح في اي حاجه انت بتعملها. ازيكم يا جماعه؟ اللي قدامكم في الصوره ده لاعب تنس اسمه اندي موراي. مش هقول لك الالقاب اللي قدر ان هو يحققها علشان ممكن ما تكونش مهتم بالموضوع ده، ولكن يكفي اقول لك ان هو قدر يحقق المركز الثاني على مستوى التصنيف العالمي للتنس سنه 2016، وكان قريب كمان من ان هو يحقق المركز الاول. ولعبه التنس من الالعاب الصعب جدا الوصول فيها للقمه، ده بالاضافه ان جيل اللاعب ده كانوا لاعبين عظماء جدا في الوقت ده، امثال روجر فيدرار ورافائيل نادال ونوفاك دوكوفيتش. لحد هنا والامور طبيعيه جدا. اللي مش طبيعي بقى ان بعد اعتزال اندي موراي سنه 2024 كتب على الصفحه الشخصيه الخاصه بيه على تويتر اللي هو اكس حاليا، وقال never even like التنس anyway. لم احب التنس ابدا. لك ان تتخيل ان واحد قاعد يمارس اللعبه لمده 20 سنه، وكمان كان من اعظم لاعبي العالم في اللعبه دي، وبعد ما اعتزل يقول ان هو ما كانش بيحب اللعبه اصلا او ان هو كان شايفها شيء عادي. والموضوع مش بيقف عند اندي موراي، برضه لاعب كره القدم الارجنتيني غابريال باتيستوتا، برضه واحد من اعظم لاعبي كره القدم على مستوى العالم، صرح قبل كده في لقاءات كتير وقال ان هو مش بيحس بالسعاده او ان هو مش بيستمتع اثناء ممارسته لكره القدم، وان يا دوب شايفها مجرد وظيفه. والموضوع مش بيقف عند المجال الرياضي. روبن ويليامز الممثل الكوميدي المعروف، ايلون ماسك اشهر رواد الاعمال، وغيرهم كتير من الناس اللي صرحوا بتصريحات شبيهه. الاف محاضرات التنميه البشريه بتنهار قصاد ناس قدروا ان هم يوصلوا للقمه في مجالهم، وفي الاخر قالوا ان هم مش بيحبوا الحاجه اللي هم بيعملوها. وعلى اختلاف الشخصيات اللي قلنا عليها واختلاف مجالاتهم واختلاف الحاجه البديله عن الحب واللي وصلتهم في ان هم ينجحوا بشكل كبير في المجالات اللي هم فيها، الا ان ممكن نطلع بنتيجه مشتركه من كل الامثله دي ونقول ان النجاح مش دايما بيكون ناتج عن الحب او الشغف، وان في دايما عوامل تانية كتير جدا بتساعد في الموضوع ده، عوامل زي التخطيط، الانضباط والالتزام، الاستمراريه، وغيرها كتير من العوامل اللي بتساعد اي حد في ان هو يوصل او ان هو ينجح في اي حاجه هو عاوزها. وكلامي مش معناه ان الحب مش بيكون ليه اي دور في اي حاجه انت بتعملها علشان بس الناس اللي بتخش تدور على اخطاء في الفيديو، ولكن زي ما قلنا الحب بيساعد ان انت يكون عندك شغف واقبال على اي حاجه انت بتعملها. ولكن اللي عايز اقوله ان مش هو بس الحب او الشغف ده اللي هيوصلك في الاخر للنجاح اللي انت عاوزه. مثلا انا بحب جدا التصوير وبحب جدا المونتاج وببقى مبسوط وسعيد وانا بعمل الحاجه دي وعندي ليهم شغف كبير جدا، ولكن بيجي عليا اوقات كتير بكون تعبان، بيجي عليا اوقات كتير بكون مش قادر ان انا اصور بسبب الشغل او لاي سبب تاني. لو انا بقى في اللحظه دي اعتمدت على الحب او الشغف بس، مش هقدر ان انا اصور او امنتج او انزل فيديو كل اسبوع هنا في القناه، لان زي ما قلنا لحظات كتير بيبقى عندي تعب او بكون مش قادر ان انا اكمل او مش بكون قادر اعمل الحاجه دي استجابه للشغف او للحب بس، لان طبعا بكون مرهق، بكون مش قادر وكل الكلام ده. انما انا لو عملت الحاجات دي كلها استجابه للتخطيط او الخطه بتاعتي او الجدول الزمني بتاعي، والتزمت بان انا خلاص حددت لنفسي كل يوم مثلا اقدر ان انا مثلا اصور في اليوم الفلاني وامنتج في اليوم الفلاني وهنزل الفيديو في اليوم الفلاني، وعملت لنفسي خطه والتزمت وانضبطت بالخطه دي، هقدر ان انا استمر في الخطه بتاعتي وان انا استمر في ان انا انزل فيديو كل اسبوع. وطبعا بناء على كل الكلام ده نسبه نجاحي هتزيد. وزي ما الالتزام والانضباط والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بتتفوق على الحب والشغف، فبرضه احيانا بتتفوق على الموهبه. هوضح لك الموضوع بمثال بسيط جدا. نفترض مثلا ان احنا عندنا طالبين في كليه حاسبات ومعلومات، واحد من الطلبه دي شخص موهوب، شخص شاطر جدا في الكمبيوتر وعلوم الحاسب، والحاجه اللي هو يدرسها في الكليه بالنسبه له شيء عادي جدا. الشخص التاني شخص عادي ما عندوش اي موهبه او مش شاطر في الكمبيوتر او في علوم الحاسب، وبالنسبه له لسه هيتعرف على الحاجات دي داخل الكليه. نفترض بقى ان الشخص الموهوب ده ما قدرش ان هو يلتزم بالمحاضرات او بالميد تيرم او بالامتحانات الاساسيه او بالحاجات اللي بتعبر عن التزام الطالب داخل الكليه. طبعا هيقدر ان هو ينجح علشان الموهبه بتاعته او علشان الشطاره بتاعته قبل ما يدخل الكليه. ولكن الشخص التاني العادي لو قدر ان هو يلتزم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، الحاجات الاساسيه اللي بتعبر عن التزام الطالب داخل الكليه، هيقدر ان هو ينجح ولكن بمستوى عالي شويه. انما الشخص الموهوب او الملتزم الموهبه بتاعته هتوصله للنجاح، ولكن مش هتخليه يتخطى او يعدي الشخص اللي قدر ان هو يلتزم او قدر ان هو يستمر وينضبط في الحاجات اللي هو بيعملها داخل الكليه. الموهبه هتوصلك ان انت توصل لمستوى معين،
ولكن لازم تكون عارف ان انضباطك والتزامك حتى لو انت ما كنتش شغوف بالحاجه دي، حتى لو انت ما كنتش بتحب الحاجه دي، حتى لو انت ما كنتش شاطر في الحاجه دي، هيوصلك لحاجه او لمستوى كويس جدا. النتيجه النهائيه اللي نقدر نطلع بيها من كل الكلام ده وهي ان الحب او الشغف او الموهبه بس مش هتوصلك للنجاح، انما التخطيط والانضباط والالتزام والاستمراريه حتما ولا بد هيوصلوك للنجاح. كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه، تخطيط، انضباط، التزام، استمراريه، وضيف عليهم كمان الحب او الشغف او الموهبه، طبعا انت كده قدرت ان انت تحقق المعادله الصعبه وهتنجح جامد جدا. لان في اللحظه دي الحب هيخليك تخطط وانت مستمتع، تلتزم وتستمر وانت مبسوط، فبالتالي اكيد النتائج هتكون احسن بكتير. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.